اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تارو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجدي سن مون رايزنج تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسية. خدوا من القراءة اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي في حد مش عايز يعترف بحبه ومشاعره تجاهكم، وزي ما يكون عايز يعني يبقيها سرا او يبقيها في قلبه، والامر مش بالسهولة دي. الشخص ده حبكم وتعلق بيكم منذ اللحظة الاولى اللي شافكم فيها او سمع صوتكم فيها. كل الكروت بتثبت قد ايه الشخص ده متعلق بيكم. كفاية ان انتوا واخدين اقوى كارتين حب، اللافرز والكينج اوف كابس، اللي هو انتوا مش محتاجين اثبات او تسمعوا مني قد ايه انا متعلق بيكم. الشخص ده عايز يقول مفيش حاجة هتغير مشاعري تجاهكم، ومفيش حد هياخد مكانكم، ومستحيل قلبي يحس بحد زي ما بيحس بيكم ومتعلق بيكم. بس عشان انا اعترف بالمشاعر دي مش قادر او مش عارف او خايف، زي ما يكون بحلم ببداية جديدة او بحياة معاكم، او باني اقول اللي في قلبي عشان ارتاح. بس زي ما يكون انا مش عارفة، بس زي ما يكون يعني انا disappointed in myself، زي ما يكون حتى مش واثق من نفسي. واثق في حبي ليكم بس اني اكون الشخص اللي انتوا بتطمحوا ليه او يقدر يقدم لكم اللي انتوا تستاهلوه، ما اعتقدش. انا زي ما يكون دماغي وجعاني، تفكيري تعبني، حاسس ان الامور معقدة في حياتي، معقدة في نفسيتي، ومش قادرة احلها. بس اللي لازم تعرفيه اني I have got eyes only for you، انا املك عيون فقط علشان تراكي انتي وبس. انا زي ما يكون محتاج معجزة، او العلاقة دي محتاجة معجزة، محتاجة حل من ربنا. الشخص ده شايفكم اكتر حد مناسب ليه، اكتر حد عايز يكون قريب منه، اكتر حد عايز زي ما يكون يعني يفتح له قلبه ويكشف عن نفسه، وحاسس ان انتوا زي ما يكون الروح لجسده، هو بدون اصلا روح، هو مش حاسس اصلا انه عايش. بالنسبة له انتوا الروح ليه، لان من غيركم هو بدون روح. انتوا الروح في كل حاجة، الروح لفكره، الروح لقلبه، الروح لكيانه، الروح لحياته، الروح لأماله، الروح لمستقبله، الروح لكل شيء. انتوا الروح، زي ما يكون انتوا بتطفوا الروح على كل حاجة الشخص ده يعني بيمتلكها. الشخص ده بيحب يشوفكم، بيحب يشوف مشاعركم، بيحب يشوفكم في الوقت اللي انتوا يمكن مش منتبهين ليه، او مفكرين ان هو مشغول بحاجة تانية او مش منتبه ليكم. في الوقت اللي يمكن حتى لو فكرتوا ان الشخص ده مغمض عينيه، ويمكن حرفيا هو مغمض عينيه، لكن هو بطريقته بيشوفكم. بيشوفكم يمكن مش بس بروحه، ده بروحه بعينيه حتى لو هو مغمض. زي ما يكون الشخص ده عايز يقول انا اعرفك، اعرفك from ages، من عصور قبل، من قبل حتى ما قبلك انا اعرفك. اللافرز كميجر اركانا، يعني زي ما يكون الطاقة دي صعبة تتغير. الطاقة دي حتى مش هقول لكم ان هي صعبة تتغير، دي طاقة بقت حتى بالنسبة لي او خاصة بيا هتستمر العمر كله، سواء كنت معايا او لا. وانتوا بتسألوا عن قراءتكم العاطفية، اول كارت اللافرز اللي هو المفروض اصلا في العادي ما بيتسحبش بعديها. هتحتاجوا تعرفوا ايه تاني؟ انتوا عايزين تعرفوا مشاعره،
وهو بيقول لكم من اول كارت انا هسهل عليكم الامر، انا مفيش حد يعني ولا حبيته ولا هحبه زيكم، اللي هو من الاخر كده حبكم ده ولا في حب قبله ولا حب بعده، خلاص اتقفل عليكم الامر على كده، اكتفيت بيكم مهما كان بقى اللي ظهر ليكم او اللي الظروف بتحاول ان هي توصل لكم رسائل او تديكم انطباع. انتوا عايزين تعرفوني زي ما بعض كده بيقول استرسال عقل باطن انسان، انا بجيب لكم المختصر المفيد. هو بيتكلم، يمكن منكم حاسس ان الشخص ده بيلعب بيكم او في حد تاني في حياته، او زي ما يكون مشاعره مش ليكم، او هو بيبقى افضل من غيركم او ملهي مع غيركم، او عندكم ظنون وشكوك، زي ما يكون توقفوا عن الفكر ده لان الفكر ده متعب. هو اصلا قال لكم الامر من البداية، صارحكم بالامر من البداية، فليه حتى بعد ما بيصارحكم بتفكروا؟ ليه بعد ما بيثبت ليكم بتفكروا؟ ليه الشكوك؟ الشكوك مش هتعمل حاجة غير ان تديكم انطباع سيء عن الشخص دون وتبعدكم عن بعض. الشخص ده عايز يقول لو الناس كلها حواليا انا تفكيري معاكي، قلبي معاكي، ذهني معاكي، روحي مرتبط بيكي، انا مهما كان الامر اللي انا بعمله انتي حتى بتكوني جنبي فيه، وانتي حقيقي مش جنبي، يعني انتي يمكن فيزيكالي مش جنبي لكن انتي بالنسبة لي جنبي. حتى لو الشخص ده يمكن حتى ليه أصدقاء أو ليه معارف أو ليه whatever، هما بيكونوا في يعني في ركن وهو في ركن تاني خالص، أو هما بيكونوا بيتكلموا في أمر هو بعقله، أو حتى لو كان بيبين إن هو مركز معاهم لكن هو بتفكيره معاكم انتم. صحيح للبعض منكم ممكن يكون حتى العلاقة دي انتهت أو الفجوة ما بينكم كبرت أو خلاص فقدتوا الأمل، أو يمكن زي ما بقاش عندكم اني امور هوب ان يكون ليكم طريق تسلكوا فيه انتوا الاتنين مع بعض، بس ده طبعا مش في قاموسنا، مش هنسمح بيه. لما يكون علاقة فيها اللافرز بالطريقة دي او الحب يكون بالقوة دي، لا احنا نحييها بطريقة او باخرى، احنا نتغلب على الظروف، نتغلب على المشاكل، نتغلب على الشكوك ونحييها من بداية جديدة كأنكم لسه متعرفين او بتقابلوا بعض. هو مش معترف بمشاعره او مش بيظهر ليكم مشاعر، هو بينه وبين نفسه هو معترف بالمشاعر دي، هو عارف هو حاسس بايه، عارف انتوا ايه بالنسبة له، لكن هو يوصل لكم الامر او يظهره ليكم لا. زي ما يكون بيراقبكم حتى في صمت، بس في حاجة تخص فم الشخص ده مقفول مش بيتكلم، او في حاجة مش بيعبر عنها. انتوا عملتوا المستحيل علشان تخلوا الشخص ده يتكلم، عملتوا المستحيل، اثبتوا له بافعال، بس حسيته كأن الامر بدون جدوى، لكن هو مش بدون جدوى، هو بس مش عايز يتكلم. في حاجات في حياة الشخص ده مخلياه قافل بقه، او يعني صابر على امر ما، زي ما يكون حياته متعقدة او الامور في حياته داخلة ببعض، او فكره مش مريحه. بس لو انتوا فاكرين ان كل حاجة انتوا قدمتوها ما اثرتش في الشخص ده، عيدوا التفكير من تاني. في حاجة تخص زي ما يكون فكركم، يا اما في منكم اللي ممكن يكون بتفكروا كتير جدا لغاية ما بيجيلكم صداع، او في يعني بارت في جسمكم او جسم من جسمكم يمكن من كثرة القعدة بطريقة معينة بينمل، بس في حاجة فيها نمنس او تخدير او تنميل، في حاجة فيها تنميل. في حاجة ممكن يكون الشخص ده بيخفيها عن نفسه، زي ما يكون لما يخفي حبه ليكم هو كده بيحميكم. كان في مرة يعني إنسانة طول الوقت يمكن بتحب تاخد قراءات، وكانت الكروت بتثبت قد إيه الشخص ده بيحبها، بس هي بتقول أفعاله ما بيظهرش. للأسف القصة نهايتها مش كويسة، ولكن
الشخص ده كان طول الوقت بيرفضها او بيبعدها عنه، لان الشخص ده كان مريض سرطان للاسف وتوفى. وعرفت قد ايه هو ساعتها كان بيحبها، وكان طريقة رفضه ليها لان هو بفكره هو كان بيحميها، لكن هي كانت عايزة تكون موجودة معاه ولو يمكن لاخر نفس ليها. كانت فاكرة طول الوقت ان هو بيقاومها او مش فارقة معاه او مش بيحبها، او يعني مش منتبه ليها اصلا. هو من كتر ما بيعشقها كان بيحميها. شايفين الكارت ده؟ منذ اللحظة الاولى قلبي اتعلق بيكي. انتي فاكرة انك بتقيدي صوابعك ال10 شمع، ويمكن انا مش بتأثر، قاسي او عديم الاحساس زي ما دايما بتتهميني، او زي ما ظنونك بتاخدك انك مش فارقة معايا او مش مهتم بيكي، مش بفكر فيكي، ما تشغلنيش من الاخر. لكن انا متعلق بيكي، متعلق بيكي بجنون. فاكرة انك مقصرتيش فيا او انا مش متأثر بحبك او بالطريقة اللي بتظهري بيها حبك، لكن ده مش مظبوط. بظهر اني قاسي، اني عديم الاحساس، بظهر زي ما يكون كأني حتى جوست او بقى شخص غير مرغوب فيه، او قد ايه هو بيتعبك او قد ايه هو بيحطم حياتك. بس يمكن انا بعمل كده عشان خايف عليكي، عشان زي ما يكون يعني حبيتك حب ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام اقدر يعني يبقى جوايا مشاعر او احساس تجاه حد بالطريقة دي. زي ما يكون حتى بظهر لك اني انا بديكي ظهري، او زي ما يكون مش منتبه لكلامك، او دايما مش عايز اكون موجود معاكي، او دايما مشغول، دايما not available او غير متاح. بس ده مش مظبوط، ده مش حقيقة. انت زي ما يكون ظلماني، اللي هو دخلي السيف في الغم التاني. انت ظلماني، انا ولا انا مبسوط ولا انا مرتاح. بالعكس، انا حياتي اصلا زي ما يكون مقلوبة رأسا على عقب. فما تظلمنيش اكتر من كده. كفاية ظلم، كفاية قرارات بتاخديها بشأني، او ممكن اكون انا مسبب لك حزن او تعب شديد. بس زي ما يكون يعني بلاش انك تقطعيني من حياتك، او بلاش ان انتي تقطعيني من ان احنا نتواصل مع بعض او يكون في بينا لينك. انا في حياتي مش مبسوط وانتي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدني. انا بحب اكون موجود معاكي، بحب اتكلم معاكي، بس انا محطم نفسيا، محطم معنويا، محطم ذاتيا، محطم جسديا. انا محطم. انتي اقوى مني بكتير. انا ما بقاش فيا قوة ولا طاقة لاي شيء، ولا حتى اني احتمل نفسي. انا في دماغي بركان ومحدش يعلم بيه غير ربنا، لاني انا دايما ملتزم الصمت. ويمكن حتى اللي انا قلتلك او خبرتك بيه ده يجي ولا شيء من اللي بيمر في حياتي او بمر بيه او بشعر بيه او بفكر فيه. انا زي ما يكون مهدوم، طاقتي مهدومة، صحتي مهدومة، حاسه اني مبقتش قادر اعمل حاجة، مبقتش قد توقعاتك، مقدرش اقدملك اللي انتي تستاهليه. عشان كده بلتزم الصمت، عشان كده يمكن I push you away او ببعدك عني او بختفي. يمكن حاولت ابعد او حاولت ما يكونش في تواصل، او حاولت انك ما تكونيش موجودة في حياتي، بس مش بقدر. حاولت امشي، حاولت انساكي، حاولت ما اتعلقش بيكي بالقدر اللي انا بيكي متعلق بيه، زي ما يكون احارب الشعور اللي جوايا ليكي، بس ما قدرتش. زي ما يكون انا بتنفسك.
انتوا شايفينه كأنه امبرور، كأنه امبراطور، كأنه قاسي او عديم المشاعر او مش بيفكر في نفسه او عايز يتحكم في الامور. ده الصورة اللي ظاهرة ليكم، لكن في الحقيقة هو الكينج اوف كابس، هو ملك المشاعر. هو ما عندوش مشاعر لحد غيركم اصلا، ما عندوش حد مهم في حياته غيركم اصلا. الشخص ده بيراقبكم من بعيد لبعيد، وبيفكر فيكم ويمكن انتوا ما تعرفوش، وقلبه بيقول له خد خطوة او عبر عن مشاعرك، او يلا بقى ابتدي بداية جديدة او حياة جديدة، او تقدر تحقق اللي انت عايزه. بس هو عنده خوف، زي ما يكون مش عايز يسمع لقلبه او مش عايز يسمع لاحساسه، وعايز يكتفي بالامر دوم. الشخص ده ممكن تكون عينه يعني مش من العيون الواسعة، بس في حاجة في طاقة الشخص ده اللي هو ملتزم الصمت، ملتزم الصمت. ممكن يكون الشخص ده عنده لحية، ممكن يكون في حاجة تخص الفروة أو جلد الحيوان، بس الشخص ده عايز يقفل على قلبه أو ما يظهرش مشاعره. الشخص ده مش عايز يظهر مشاعره، لكن لو انتوا تعرفوا زي ما يكون قد ايه الشخص ده بيحمل ليكم مشاعر، هتعرفوا ان زي ما يكون مفيش حد هيقدر يملك مشاعر بالطريقة اللي الشخص ده بيملكها ليكم. تعالوا نسحب مع بعض. شايفين نيو beginning؟ فاكرين الشمعة لما انطفت وولعناها؟ نيو beginning. A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. بداية جديدة. العلاقة دي ممكن تكون هتاخد منحنى جديد، بداية جديدة، بس الشخص ده يمكن حتى fantasize about you أو بيتخيلكم. انتوا الاتنين بتحبوا بعض، والحب ده واضح ومرئي، محسوس، حتى ليه سنت أو ريحة. زي ما يكون انتوا مش كل الحقيقة بتعرفوها عن الشخص ده. يمكن انتوا الشخص ده عارف قد ايه انتوا بتحبوه او متعلقين بيه، وقد ايه زي ما يكون مش قادرين تملكوا مشاعر لحد غيره. بس عايز يقول انتوا يعني في حاجة فيها نصف الحقيقة، او في حاجة فيها حاجة مدارية. حتى هنا هو هنا في تعبير وجهه اللي هو في حاجة مدارية. ولو تلاحظوا ان الكارت ده في من الكارت ده في حد مش عايزكم تعرفوا مشاعره، لان في حد انتوا سر سعادته وجوده، ويمكن لو يعني عرفتوا مشاعره ادركتوها، ويمكن خوف الشخص ده ان انتوا تاخدوه فور جرانتد، او تكونوا واثقين من قد ايه هو متعلق بيكم، تزيدوا قسوة او تزيدوا عناد. ففي حد مش عايز يعني ان انتوا تعرفوا. في حد طول الوقت يمكن حتى بيشعركم ان هو مش راضي عنكم، او ان مش مكتفي بيكم، او زي ما يكون في حاجة بتشعركم ان انتوا يعني في مشكلة. المشكلة مش فيكم، المشكلة فيه هو. هو مستحيل كان يلاقي حد زيكم، او يتمنى يلاقي حد ربعكم حتى، بس هو لازم يتصرف بالطريقة دي. ففي some sort of manipulation او تلاعب هنا، في حاجة لازم الشخص ده يتصرف بيها او يظهرها علشان يخفي مشاعره، لان اصلا مشاعره بطريقة او باخرى انتوا هتحسوها جواكم، هتدركوها. فلازم يتصرف بطريقة فيجوال او واضحة ليكم ان هو لا انتوا غلط، فزي ما يكون يعكس احساسكم، زي ما يكون الشخص ده بيلعب على كبير او ذكي. لكن زي ما انتوا شايفين كارت اللافرز، وهو برضو اول كارت نازل معاكم، الشخص ده بيموت فيكم، بيموت فيكم. مش هتجاب يعني بطريقة اوضح من كده غير ان هو فعلا بيموت فيكم.
passion. مفيش حب بعد حبكم، انتهى الأمر. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. الشخص دوا مشدود ليكم بقوة في الفترة الحالية، مش بس بطريقة ماجنتيك أو جذابة، ده بطريقة كمان فيها seduction، أو زي ما يكون يعني الشخص ده fascinated by you، زي ما يكون مبهر بيكم وحرفيا بيتخيلكم. enjoy it. look deep within your heart and you will feel my love. راجعي قلبك، راجعي قلبك وانت تعرفي، هو انا قال قلبك مش فكرك، وانت تعرفي احساسي ليكي، وانت تشعري بحب ليكي في قلبك مش بفكرك، لاني فكرك انا بوصل له يمكن رسائل اني انا رفضك. راجعي قلبك. look deep يعني في عمق 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 قلبك. look deep within your heart and you will feel my love. قلبي هتلاقيه يعني زي ما يكون حتى مش حب بس هتلاقيه هناك في قلبك، ده قلبي هتلاقيه اصلا في قلبك. my love for you is as deep as the ocean. انا حب ليكي يعني يمكن من اعمق محيط. هناك هتلاقي قد ايه انا بحبك. only time will tell. حتى لو رفضتي المشاعر اللي قلبك بيثبتها عني وقد ايه انت عارفة اني متعلق بيكي، فهسيبك للوقت. في حاجة فيها only time will tell. الوقت هيثبت لكم، هيبين لكم ويظهر لكم الحقيقة. only time will tell. Don't make a decision based on guilt or what you think should do. ما تاخديش قرارات زي ما يكون بعقلك في العلاقة دي، لأن القرارات كلها تكون غلط، سواء كان بسبب شعورك اني انا قاسي عليكي، او اني انا مش عايزك، او بسبب تصرفاتي، او بالطريقة اللي بتفكري فيها او بيها. for it's only in being true to yourself that you can be true to others. اللي هو عقلك مش هيريحك تجاهي. انا تعبتك، بس القرارات اللي هتاخديها بناء على عقلك مش هيريحك تجاهي، وهكوني ظلماني فيها. انا يعني زي ما يكون ارشدتك للطريق اللي تلاقيني او تعرفي اجابتي الحقيقية. مش هقولك حتى في قراءة او انك تسمعي تشوفي اشارات او علامات، يمكن كل ده تتجاهليه او حتى ما تلتفتيش ليه، لكن قلبك اكيد انت عارفة ازاي تتواصلي مع قلبك، ازاي تقري الرسائل اللي في قلبك. وده مش بس على سطح القلب، ده في اعماق اعماق القلب هناك هتلاقيني. انتوا بتقولوا ان انتوا حاولتوا بكل الطرق ان انتوا تظهروا مشاعركم للشخص دوا، وقد ايه تثبتوا له ان انتوا شاريين وعايزين معاه حياة، بس كان بالنسبة له غير كافي. هو زي ما يكون طريقة اللي بيعاملكم بيها، اللي هو انا عملتك كشخص ضامن وجود، وده خلاني اعاملك بطريقة ما تستحقهاش. انا عملتك بطريقة ما تستحقهاش، بس انا كان لازم يعني بطريقة او باخرى احاول ما خليكيش تحسي بقد ايه انا بحبك او متعلق بيكي. كنت براقبك وبشوفك بتكوني اونلاين امتى وبتعملي ايه. براقبك بيكون عندي فضول انتي بتعملي ايه. براقبك ولما بشوفك اونلاين او ظاهرة ومش بتكلميني او مختفية او عايشة حياتك. متخيلة يعني البركان اللي بيكون في عقلي او في ذهني في الوقت دوام. انا مش عارف اخف من حبك، مش عارف اهرب، مش عارف ادي لحبك ظهري، مش عارف انساكي، مش عارف ابطل تفكير فيكي. يمكن حتى انا اصبحت مش عايز يعني اقاوم اكتر من كده واعيش الحب، بس مش لازم اقولك او اظهرهولك. لكن انا ما اقدرش اخف من حبك. حبك زي ما يكون حاجة
صابتني وخلاص، ويعني زي الابتلاء وانا راضي بيه. انت النور لحياتي، النور لعتمتي، انت الروح لروحي، انت الروح. انا بتشد ليكي زي المغناطيس. انا مفيش حد رغبت بوجوده او اني اكون موجود معاه زيك. يعني من الاخر كده انا عايزك، وحتى ولو مش بارادتي، انا غصب عني رجلي بتجرني ليكي، فكري بيجرني ليكي، قلبي بيجرني ليكي. بس انا يمكن الشعور ده مش واخد عليه او خايف منه، او زي ما يكون يعني بيربكني، بيرهقني، بيخوفني. اللي هو انا مش عارف اصلا، مش قادر افهم نفسي ازاي انا جوايا الحب ده، لاني عمري ما كنت اتوقع اني انا ممكن احب بالطريقه دي. انا ممكن اكون حبيت او صادفت في حياتي، بس حب بالقوه دي انا ما اختبرتش. انا ممكن ما اقولها لكيش، او حرفيا ما اقولها لكيش، لان يمكن تصرفاتي كتير دايما بتكون عكس اللي في قلبي. لكن بطريقه او باخرى خليني اقولك، حتى ولو عن طريق الكارت، انا بعتذر لك عن اسلوبي معاكي. انا بعتذر لك. ما هو اسلوبي ده اللي خلاكي تكوني عايزة تبعدي عني، او تبطلي انك تحاولي، او ان يكون في بينا شيء، او حتى يكون عندك ايمان بيا. يمكن هو اللي اصابك باليأس، وعارف انك اسلوبي ده ما تستاهلهوش، وانا بناء على كده بعتذر لك. صحيح كلمة الاعتذار يمكن تكون كلمة باردة، او ممكن ما تداويش امور انا عملتها في حقك، بس only time will tell. only time will tell. الوقت كفيل ان يبين كل شيء ويخبرك بالحقيقة اللي انت عايزاها. صحيح يمكن اللي هو هستفيد بايه بالحقيقة وانت كسرت قلبي، او هستفيد بايه بالحقيقة وانا خلاص يمكن ما بقتش عايزة شيء من العلاقة دي، بس no comment. no comment. الابراج اللي موجودة معانا: برج الجوزاء، برج اسد، قوس، حمل، ثور، جدي، عذراء، حوت، عقرب، سرطان، دلو، جوزاء، ميزان، وبرج الحمل تاني. واشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.